اولا انا سعيد بان انا جيت وياكم هنا وزادت سعادتي اكتر لان الراجل ده النهارده عيد ميلاده، فقلت دي فرصه اودي له كتابين عشان هو يعني مش هقول عشان الكلام ده موجود في القصيده اللي هقولها، فصاحب فضل عليا مش هقول غير كده. فاول حاجه ليها نقول ايه؟ يا هاني يا رب بسم الله الرحمن الرحيم، حاجه بعنوان تحيه كده صغيره بقول ألف تحيه وألفين سلام لكل الأحبة الكرام العظام، تحية بمحبة وود ووئام لأهل الأدب وفي مقر الأدب. في بحر المحبة سبحت اللي هنا وقاصد لقاكم بعون ربنا، وحصل المقدر ودنتم وأنا بأمره لقاكم علي الكتب. بمناسبة إن ده عيد ميلاده بقول له كل عام وأنت في سعادة وفي هنا وصحة وسرور. كلمتين من قلب صافي من حبيبك عبد الشكور. والنهارده عيد ميلادك، قول لي فين التورته فين؟ عيب كده يا حاج سامي، ده احنا فقراء وكحيانين. القصيده بقى اللي هي مهداه له بقى لان هو فعلا صاحب فضل عليا، ربنا يديله الصحه وطول العمر. بقول لها هي اسمها جميلك على راسي. بقول لما حد يكون له فضل عليك شيل جميله على الدماغ. لما حد يكون له فضل عليك شيل جميله على الدماغ. فضله دي خلاك في نعمه مش جايالك من فراغ. وانا بعترف اني مدين للاخ سامي من زمان، لولا كرمه ما كنتش اسوى في الزجل ولا غيرش ساخ. من بدايتي للزجل خد بيدي للعلام، استعير دواوين قديمه في الزجل والناس عظام. شعراء كانوا في وقتهم قامه وقمم، خدت وقتي في القرايه في النهايه بقيت تمام. لولا سامي البلوي فندي عمر اسمي سعد شكور، في الزجل عمره ما يلمع او يكون وسط الطابور. جد عليا اداني وجبه باختصار 30 ديوان، كانوا هم اساس هدايه ان اكون زجال بهور. مش ناسيك يا سامي افندي والنهارده الدين برده، بعترف لك انك انت قامه جامده ما حد قده. لاي حد الخير تحبه مهما كان نكتر جمايل، وكفايه انك اخ مخلص في الادب لازم لحد. والدنا ممدود يا صاحبي والتواصل مستمر، مهما يعلى نجمي فوق انت لك في علو سر. لولا عونك من البدايه كان زمانه مختفي، واعترافي لك بذلك فخر لي وشيء يسر. في النهايه زرعتك طرحت ثمار، كام كتاب فيهم زجل تأليف درار. حلال عليك بقوا حقك انت يا محترم. وما تخلص من القرايه ابقى ضدي خد قرار. وما تخلص من القرايه يبقى ضدي خد قرار. وربنا يعمل